ايمن عبد الله. لو اول مره تشوفوني في قناتي متنسوش تعملوا لي فولو ولايك. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال. قبل ما ابدا الفيديو عايز اسالك سؤال بسيط جدا. كم مره قلت انك هتبدا بكره؟ كم مره اجلت حلمك عشان حسيت انك لسه مش جاهز؟ يمكن قلت لما يبقى عندي وقت، لما يبقى معايا فلوس، لما اثق في نفسي اكتر، لما الظروف تتحسن. لكن الحقيقة ان اليوم ده ممكن ما يجيش ابدا لو فضلنا مستنيينه. اغلب الناس بتفتكر ان الناجحين كانوا واثقين من نفسهم من اول يوم وانهم كانوا عارفين كل حاجة، لكن الحقيقة مختلفة تماما. كل شخص ناجح كان في يوم من الايام مبتدئ، كان في يوم من الايام بيغلط، كان بيتعلم، كان بيخاف، بدأ من الصفر. الفرق الوحيد انه مخلاش الخوف يوقفه. الخوف شعور طبيعي جدا، كلنا بنخاف نغلط، بنخاف الناس تنتقدنا، بنخاف نتوتر، بنخاف لما نبدأ ما نكملش الحاجة. لكن اسأل نفسك بعد 5 سنين هندم على ايه؟ هندم على اني مبدأتش، ولا ان انا حاولت وفشلت، ولا انك اصلا مجربتش؟ هو عموما مفيش حد بيحاول بياخد صفر. يكفينا شرف في المحاولة، يعني يكفينا كده ان احنا حاولنا، يكفينا ان احنا مستسلمناش، يكفينا ان احنا رغم ان احنا كنا خايفين ان احنا بدأنا. الإجابة معروفة جدا، مفيش حد وصل لحلمه من غير تعب، ولكن في يوم من الأيام حاسس ان هو هيستسلم أو عايز يستسلم أصلا. لكن كل مرة كان بيقوم يحاول من جديد. يمكن النهاردة انت شايف حلمك بعيد، لكن كل حلم كبير بدايته بتكون صغيرة، بدايته بتكون فكرة. ممكن الفكرة دي تيجي من فيديو صغير انت بتتفرج عليه اصلا، يعني انت بتسكرول اصلا عادي والفيديو ده بيظهر لك. او ممكن آه رياضة 10 دقايق، او ممكن كتاب، صفحة من كتاب انت بتقرأها، او حتى قرار انك ما تستسلمش وما تقللش ابدا من قيمه صغيره. لان النجاح مش بيحصل مره واحده، ومفيش حد بينجح من مره واحده. كانوا دايما بيقولوا لنا ان مفيش حد بيطلع السلم مره واحده، يعني مش فجاه تلاقينا فوق، احنا بنطلع السلم خطوات. وكذلك النجاح بيبدا بفكره صغيره جدا. النجاح عبارة عن عادات صغيرة بتتكرر كل يوم، ولو كل يوم اتحسنت 1% بس، هتبدأ بعد شهر واحد، بعد سنة هتلاقي نفسك اتغيرت، هتلاقي نفسك حياتك اتغيرت. عموما صلى الله على محمد. يعني مثلا تلاقي سبحان الله الانسان اللي بيقرا كتير تلاقي عنده ثقافه، تلاقيه مثقف، تلاقيه مهما عن مشكله بتحط فيها. الانسان اللي بيحفظ قران تلاقي ربنا كرمه كده. فهو كل حد بيعمل حاجه وبيبدا فيها حتى لو خطوه صغيره، فهو فعليا ربنا بيكرمه. بعد ما بيبدا بفتره بيرجع يبص وراه، بيكتشف انه بقى شخص يعني غريب، بقى شخص جديد، بقى شخص احسن، بقى شخص تفكيره نفسه بقى احسن، بقى ويقدر ياخد قرار لوحده، وهكذا. اوعى تقارن نفسك بحد. عموما يا شباب المقارنة مميتة، ايا كان اللي انت بيسمع الفيديو ده، والله العظيم المقارنه مميته. اوعى ثم اوعى تقارن نفسك بحد. ما انتش عارف الشخص ده بدا ازاي، يوم كان ماشي ازاي، تعب بايه، مر بايه. وعامه مفيش حد بيبدا، يعني مفيش حد بيوريك اللي ورا الكاميرا. يعني مثلا الناس اللي بتقدم محتوى، الناس اي حد هو مش هيجي مثلا يشتكي لك، لان هما بيقولوا لنا ايه، يعني هو الفكرة كلها اصلا انا لو هشتكيت لك، ايوه اللي هيحصل يعني هتقولي معلش، خلاص هنقول لنفسي معلش واكمل عادي. فهي الفكرة كلها ان هو انت ما تقارنش نفسك بحد. وعامة احنا القدرة بتاعتنا بتفرق من شخص للتاني. انا ممكن اتحمل حاجة عادي جدا واقول لك ده سهلة وبسيطة، يعني يا عم ده فوقك، ده انا ممكن اعملها في ثانية، ما انت متقدرش تعملها اصلا، والعكس صحيح. فيا شباب ما تقارنوش بنفسكم بحد. تمام. وقارن نفسك بنفسك، انا النهارده كنت ايه وامبارح كنت ايه، واسال نفسك كل يوم انا اتعلمت ايه النهارده جديد. انت لو كل يوم بس اتعلمت 1%، لو كل يوم بس اتعلمت حاجه جديده من كل شهر،
هتلاقي الموضوع فارق معاك جدا. مهما كان الموضوع ما تستقلوش بيه، ابدأوا، ما تقارنوش نفسكم بحد. تمام. لو الإجابة، لو انت سألت نفسك انت اتغيرت ولا لا، ولقيت الإجابة ايوه، فانت ماشي بالطريق الصح، كمل. ولو الإجابة لأ، فدي فرصة تبدأ من جديد، وما تفتكرش ان البداية لازم تكون كاملة. ابدأ بالإمكانيات اللي في ايدك، ابدأ بالموبايل اللي معاك، ابدأ بالوقت اللي عندك، ابدأ باللي تعرفه، ابدأ بالعلم اللي تعرفه. يعني ما تستناش ان المكتب يتوضب، ما تستناش ان الأوضة تدهن، ما تستناش ان يجيلك لابتوب. ابدأ معاك تليفون، ابدأ. اللي كانوا ايام زمان جدا، ايام زمان، ايام اجدادنا بقى والحوارات دي كلها، كانوا ما كانش في نور، ما كانش اصلا في، يعني احنا دلوقتي قاعدين في بيت ما شاء الله، هم ما كانش عندهم، هم كانوا بيذاكروا في اللمبه الجاز. انا سمعت اللمبه الجاز لكن ما شفتهاش. المهم، آه ابدا، هتتعلم اكتر وهتتطور اكتر وهتحقق اهداف اقوى. افتكر دايما الشخص اللي بيبدأ رغم صعوبة الظروف هو اللي في الآخر بيوصل. لو عندك حلم اكتبه، لو عندك هدف قسمه لخطوات صغيرة، وافتكر دايما انه ليس الانسان الا مسح. آه ولما تصحى كل يوم اسأل نفسك، على فكرة ان الكلب ده والله العظيم استقصدني بس ما علينا، اسأل نفسك ايه الحاجة، الخطوات المفيدة، ايه الخطوات الصغيرة اللي انا همشي بيها وهتحقق الاحلام. آه ايه اللي ممكن اعمله النهارده ويفيدني النهارده ويفيدني بعدين. عامه اعمل حاجه تفيدك، لا لك دعوه بكلام الناس ولا لك دعوه باي حاجه، اعمل حاجه تفيدك حتى لو خطوه صغيره بتفرق معاك جدا. ما تستناش الحماس، لان الحماس بيجي وبيمشي، لكن الالتزام هو اللي هيخليك تكمل. حتى لو انت بتتكلم حتى في الايام اللي انت مش حابب او مش قادر تعمل فيها اي حاجة، عايزاك تفتكر جملة واحدة بس، انت مش محتاج تكون عظيم عشان تبدأ، انت محتاج تبدأ عشان تكون عظيم. ابدأ النهاردة حتى لو خطوة صغيرة، حتى لو خايف، حتى لو الدنيا مش مثالية، متستناهاش تبقى مثالية، لان كل يوم بتأجله هو يوم بيبعدك عن حلمك. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.